السلام عليكم. في السيشن دي هنعرف مع بعض يعني ايه لينكس ديستريبيوشن او لينكس ديسترو. هتسمع كتير عن لينكس ديستروز وان في نسخ مختلفه من لينكس، وفي نفس الوقت انت عارف ان اول ظهور لنظام لينكس كان اسمه جنو لينكس، اللي انت عمرك ما هتسمع عنه بقى ان حد يقول لك ان هو بيستخدم جنو لينكس فعلا. وده لان الحقيقه ان جنو لينكس مش نسخه نظام تشغيل جاهزه انك تاخدها تشتغل بيها. جنو لينكس عباره عن لينكس مستقله وشويه ادوات برضه مستقله، وانت عشان تشتغل بيهم لازم تجمع شويه الادوات دي على الكيرنل وتشوف لك طريقه تبيلد بيها الحاجات دي كلها وتجمعهم مع بعض وتعمل لهم انستليشن وتشغلهم. هتشوف كتير على الإنترنت memes بتتكلم على إن لينكس عبارة عن كل حاجة مفكوكة وأنت لازم تجمعها. ممكن ما تربطش الميم دي بالواقع الحالي لأن الواقع الحالي إحنا ما بنعملش كده. بس لينكس أول ما بدأ كان ده الطبيعي. وحتى قبل ما لينكس يظهر الانستليشن بتاع الاوبريتنج سيستم كان بالطريقة دي. ما كانش طريقة سهلة ومباشرة زي ما بيحصل مع الأنظمة اللي من نوع دوس، اللي هي مجرد بتنقلها من الديسك اللي هي فيه للميموري وكده بقى عندك اوبريتنج سيستم. اساسا في الانظمه اللي كانت شبه يونكس وما قبله المستخدم اصلا ما كانش هو اللي بينستول الاوبريتنج سيستم، الجهاز كان بيجي عليه الاوبريتنج سيستم زي ما انت النهارده كده بتشتري لابتوب وبيبقى عليه الاوبريتنج سيستم جاهز. وكمان كان بيجي عليه البيزنس سوفت وير بقى اللي الشركه محتاجاه. او الموضوع تطور بعد كده وبقى في سي دي روم وفي فلوبي ديسكس واللي ممكن السيستم يجي لوحده وتاخده انت تعمله انستول، بس في مرحله ما كانش فيه الكلام ده. الموضوع ما كانش بالسهوله اللي احنا بنتكلم بيها دي. اللي بيحصل النهارده ده ان انت تفتح اب ستور وتدوس على زرار فالسوفت وير ينزل عندك على الجهاز، ده يعتبر رفاهيه مفرطه. فالمستخدم اللي هيستخدم جنو لينكس زي ما قلنا هيحتاج يلم التولز اللي موجوده ويعمل لها بيلد ويعمل لها انستليشن بنفسه. المبرمجين المحترفين كانوا يعرفوا يعملوا الكلام ده بنفسهم، لكن المستخدم العادي الكلام ده بالنسبه له صعب. وحتى بالنسبه للمبرمجين الموضوع كان صعب ومتعب، علشان كده بدأ يظهر عندنا حاجه اسمها لينكس ديستريبيوشن. هي سوفت وير وظيفته بقى ان هو يجمع الكيرنل على شويه تولز ويعمل لهم بيلد وكمان يعمل لهم اوتوماتيك انستليشن. هيسالك شويه اسئله والانستليشن يتم بناء على الانبوتس بتاعتك. ريتشارد ستالمان على الرغم ان هو صاحب مشروع جنو الا ان هو ما قدمش ديستريبيوشن بنفسه. احنا ما فيش ديستريبيوشن اسمها جنو لينكس. الديستروز بدات تتقدم من الكوميونتي اللي كان حوالين لينكس، والكوميونتي ده كان في بدايته متكون من المبرمجين المحترفين وطلبه كليات علوم الحاسب المختلفه. سنه 92 وتقريبا بعد اطلاق لينكس بسنه او اقل كمان ظهر عندنا اكتر من ديسترو مع بعض تقريبا في نفس الوقت. الثلاثه اللي انت شايفهم قدامك دول اكتر واحده كانت مسمعه مع الكوميونتي قوي اللي هي في النص اللي اسمها اس ال اس او سوفت لاندنج سيستم. الثلاثه دول بنسبه تقريبا 100% انت عمرك ما هتسمع عنهم النهارده لان هم مش موجودين خلاص من زمان. بعض التوزيعات اللي ظهرت في الوقت ده او اللي بعده او حتى لغايه النهارده كانت بتتباع بفلوس، على الرغم من ان لينكس نفسه هو نظام مجاني في حد ذاته، لكن الديستريبيوشن ممكن ما تبقاش مجانيه. ان حد يعمل تول تجمع التولز اللي انت محتاجها وتعمل لها بيلد واوتوماتيك انستليشن، ده في حد ذاته سوفت وير كان ممكن ان هو يكون بيتباع. وبعض التوزيعات كانت بتاخد منك فلوس تمن الشحن والوسيط بتاع التخزين مش اكتر، يعني هيبيع لك الديسترو على سي دي ويبعتها لك فهو بياخد بس تكاليف الكلام ده، انما السوفت وير نفسه ملوش تكاليف. وده ما كانش ضد سياسه الفري سوفت وير فاونديشن اللي اسسها ريتشارد ستيلمان، لانه من اول يوم ما اسس فيه المنظمه دي وهو بيقول ان فري مش معناها مجاني. توزيعة سوفت لاندنج الشهيرة باس ال اس لاقت قبول اكتر من غيرها من التوزيعات في الفترة دي. على الرغم من ان التوزيعات دي حلت مشكلة كبيرة الا انها لم تخلو من الاخطاء والمشاكل والاحباط. تجربة تشغيل لينكس في العموم ما كانتش تجربة مباشرة او سلسة، واي حد جرب لينكس لغايه مثلا من 15 سنه فاتت اكيد مر بتجارب محبطه كتير. بما ان التوزيعات الاولانيه دي ما كانتش احسن حاجه فبالتالي بدا يظهر عندنا توزيعات جديده، منها اللي مستقل بدا فروم سكراتش ومنها اللي خد السوفت لاندنج ذات نفسها وكمل عليها شغل. في اقل من سنه بدات تظهر عندنا توزيعات متماسكه اكتر، تحديدا في سنه 93 ظهر عندنا في نفس الوقت تقريبا توزيعتين مهمين، سلاكوير وديبيان، واللي كانوا شبه بعض بشكل كبير جدا. سلاكوير كانت تعديلات قوية على سوفت لاندنج، لكن ديبيان كانت مستقلة بادئة فروم سكراتش. ديبيان تميزت عن سلاكوير في حاجة أهم بكتير من تفاصيلها الفنية، وهي إن فري سوفت وير فاونديشن كانت سبونسر قوي ماديا للتوزيع دي، وديبيان بقت التوزيعة الرسمية لجنو لينكس. الكلام ده استمر لغاية سنة 95 وبعدين انفصلوا. في نفس الوقت برضه ظهر عندنا توزيعتين مهمين، واحدة اسمها سوسي وواحدة اسمها ريد هات، والويف التانية من الديستروز دي هي دي تقريبا اللي مكملة معانا لغاية النهاردة. الديفيلوبر اللي عمل توزيع ديبيان كان اسمه إيان موردوك. ممكن يكون واضح بالنسبة لك إن اسمه الأولاني هو آخر جزء من اسم ديبيان. أما الجزء الأول ديبيان فهو جزء من اسم مراته ديبرا. للأسف من ساعة ما السوفت وير بقى يتطور على إيد الكوميونتي والأسماء بتاعة المنتجات اللي فيه بقت هلس، ابتداء من اسم يونكس نفسه اللي كان تريقة على مالتكس،
وحتى لينكس اللي هو على اسم لينوس، وجنو اللي هو على اسم حيوان شبه البقرة كده كان ظاهر في أغنية قديمة. ولسه هتشوف حاجات كتير قوي في المجال ده لما تدور على أصل تسميتها هتلاقيها في منتهى الضحك. المهم توزيع الديبيان كانت متاحة للمشاركة من الكوميونتي، أي حد يقدر يشارك فيها، نفس اللي بيحصل مع لينكس بالظبط. قد يبدو ده بالنسبة لك طبيعي لأن ده الطبيعي بتاع الأوبن سورس، لكن لا، في الوقت ده كانت التوزيعات كلها تقريبا منغلقة على الجروب اللي عملها. ده غير ان زي ما قلنا كان في منها توزيعات بفلوس، فهي كانت تعتبر بيزنس في حد ذاته، وكانت من اشهر التوزيعات اللي ظهرت كبزنس مش كدعم للكوميونتي هي الريد هات. المهم ايان كتب بنفسه سوفت وير جديد وضافه على توزيع الديبيان. وظيفه السوفت وير ده ان هو باكج مانجر، وسماها دي بي كي جي، اختصار لديبيان باكج. السوفت وير ده يخليك تمسح او تشيل اي باكج من على ديبيان. الباكج عباره عن السوفت وير العادي اللي هو التول، الاداه اللي انت عايز تنزلها على الاوبريتنج سيستم، لكن جاي معاها شويه معلومات اضافيه بتوضح السوفت وير ده محتاج ايه عشان يشتغل. وفي بعض الاحيان بيبقى جاي معاه سكريبتس عشان ترن قبل الانستول او بعد الانستول. فكره باكج مانجمنت ده خلى توزيعات كتير يبقى ليها شعبيه كبيره، خصوصا ديبيان وريد هات اللي هم كانوا من الاوائل اللي طبقوا فكر الباكج مانجمنت. موضوع الباكج مانجمنت ده من غيره حياتك هتبقى جحيم بمعنى الكلمه. لكن مع الباكج مانجمنت انت بعد ما بتنزل لينكس ايا كان التوزيع بتاعته، تقدر بعد كده تضيف عليه السوفت وير اللي انت عايزه، او تمسح السوفت وير اللي انت مش عايزه، او تعمل ابديت للسوفت وير اللي فعلا موجود، وكل ده بكوماند صغيره جدا. الحاجات دي لو هتعملها مانيوال هتكره حياتك بمعنى الكلمه. ملحوظه، عشان انا شخصيا اول مره استخدم لينكس كان تقريبا سنه 2002 او 2003 في الحدود دي. لينكس ساعتها كان عمره حوالي 11 سنه. 11 سنه دول في مجال الكمبيوتر دي فتره طويله جدا ويحصل فيها تغييرات لا باس بها. انا كل ده اصلا بكلمك في شويه توزيعات ظهرت في اول سنتين بس من حياه لينكس. على الرغم من كده في سنه 2002 دي التعامل مع اللينكس والسوفت وير اللي المفروض ينزل عليه ما كانش بالسهوله بتاعت النهارده خالص. اي نعم في حاجات كانت شغاله اوت اوف ذا بوكس مع اللينكس اول ما بيشتغل، لكن وانس انك حبيت تعمل تغييرات معينه فممكن تكره حياتك. في نفس الوقت كان عندنا نظام تشغيل ويندوز ده ما كانش فيه اسهل منه، وده سبب كبير قوي اللي مخلي ويندوز من النظام المفضل للمستخدم المنزلي حتى يومنا هذا. حتى قبل فكر الاب ستور ما يبقى موجود كان الطبيعي انك بتنزل مثلا اكس اي فايل، دبل كليك عليه، نيكست نيكست، خلاص بقى عندك سوفت وير. الويندوز لا يخلو من مشاكل، بس كانت لا تقارن بالمشاكل اللي هتقابلك على لينكس لو حبيت تعمل حاجه غير اللي جايه مع الديستريبيوشن جاهزه. الموضوع كان انت ونصيبك في انت بتحاول تعمل ايه بالظبط. سنه 2002 تقريبا ظهر عندنا ديسترو من لينكس كانت اسمها ليندوز. دي كانت الديسكتوب بتاعها اول ما بيفتح شبه ويندوز اكس بي بالظبط، وكانت جايه عليها باكج اسمها واين. الباكج دي كانت مسؤوله انها تشغل الابلكيشنز بتاعه ويندوز على لينكس. كانوا بيحاولوا ينقلوا تجربه الاستخدام بتاعه ويندوز انها تكون هي تجربه الاستخدام بتاعه لينكس. لكن برضو في وقتها العمليه دي ما كانتش سهله خالص، مش كل حاجه كانت بتشتغل. انا شخصيا كل السوفت وير اللي كنت محتاجه من ويندوز يشتغل على لينكس ساعتها ما كانش بيشتغل. المهم زي ما قلت لك في الدرس الخاص بتاريخ تطور انظمه التشغيل ان لينكس كان ليه كوميونتي كبير، وكوميونتي كبير يعني انقسامات وخلافات كتير. بالتالي كان كل فتره شخص او مجموعه يطلعوا توزيعه جديده باسم جديد حتى لو ما فيهاش جديد، مجرد بس التوزيعه بتاعتي اللي هتبقى باسمي، او ان احنا كمجموعه مختلفين مع الجماعه بتوع ديبيان او الجماعه بتوع سلاك وير، فاحنا مش بنحب الناس دي فمش هنشتغل معاهم، فاحنا هنعمل توزيعه تانية. ممكن التوزيعه التانية دي تكون مبنيه على التوزيعه بتاعتهم كمان، عادي هناخد منها فورك او نسخه ونكمل احنا شغل على جنب. والنسخه بتاعتهم لما يحصل فيها اي ابديت هناخد احنا الابديت ونكمل عليه برضه شغل. ده الوضع لغايه النهارده. سنه 2004 احد المبرمجين اللي كان شغال في ديبيان من اول ما طلع اسمه مارك شاتلورث انشا شركه سماها كانونيكال ال تي دي، وعن طريق الشركه دي اطلق توزيعه جديده للينكس وسماها اوبونتو. اوبونتو كلمه معناها من الكوميونتي والى الكوميونتي، حاجه زي كده يعني. حتى الايكون بتاع اوبونتو دول 3 بني ادمين من فوق ماسكين ايد بعض. مارك اصلا كان مشارك في ديبيان في بداياته زي ما قلنا، وبعدين عمل شركه خاصه بالسكيورتي ديجيتال سيرتيفيكتس اللي هي الاس اس ال سيرتيفيكتس بتاعت النهارده. هو كان عاملها في فتره ما كانش الكلام ده منتشر. الشركه دي باعها سنه 99 بمبلغ 600 مليون دولار، ده رقم كبير جدا على الفتره دي. بس فتره التسعينات دي زي ما تقول كده كان فيها خير على كل اللي بدأ شغل السوفت وير وعمل فيه حاجه مميزه. المهم مارك شاتلورث انشا شركه كانونيكال وقدم عن طريقها توزيعه اوبونتو اللي هي مبنيه على ديبيان. يعني احنا هناخد الريليز بتاع ديبيان ونعدل عليه، وقدم اوبونتو في السوق بمواصفات مغريه لاي شركه عندها بيزنس عايزاه يبقى مستقر. اولا في دعم فني لكل النسخه اللي بتطلع لمده سنه ونص، وفي دوره تطوير سريعه اسرع من ديبيان. احنا عندنا دوره تطوير كل 6 شهور بنطلع ريليز جديد، فبالتالي لو في تحسينات في اي باكج من اللي موجوده عندنا فاحنا جاهزين ان احنا نطلعها. لو في اي كيرنل جديده فاحنا برضو جاهزين ان احنا نطلعها في اسرع وقت.
وكمان في أحد النسخ هتبقى مدعومة لمدة 4 سنين. موضوع الدعم ده ممكن لشاب صغير لسه بيتعلم يكون مش مفهوم أوي بالنسبة له أو مش حاجة، يعني إيه يعني دعم؟ أنا هاعمل بيه إيه الدعم؟ ما أنا عندي الmanual وبافتح الmanual وباتعلم منه وباشتغل وباعمل اللي أنا عايزه. الكلام ده حلو ليّا أنا وأنت كده لمّا نكون بنعمل حاجة في البيت، لكن بالنسبة للشركات أي software هتستخدمه الشركة لازم يكون مدعوم ومدعوم بشكل قوي. لأن ساعة الجد ولمّا تُقع في مشكلة وتبقى مش عارف تتصرّف فيها هتلجأ للشركة دي. Canonical ما كانتش الشركة الوحيدة اللي بتقدّم ديسترو إلى دعم، Red Hat أصلًا من أول ما ظهرت وهي عبارة عن شركة، بس Red Hat كانت بتبيع الديسترو بتاعتها. أمّا Canonical فمقدّمة Ubuntu for free، الدعم هو اللي مش free. ولو ركنّا مواضيع الدعم دي على جنب، Ubuntu في حد ذاته للمستخدم العادي كان سهل. Ubuntu كان بيشتغل بسهولة عن باقي التوزيعات، وأي حد جرّب Ubuntu أول ما طلع سنة 2004 كان بالنسبة لنا حاجة اللي هي إيه، أكنّك شمّيت نَفَسك. أخيرًا نسخة لينكس شغّالة بدون hassles. Ubuntu اللي مبني على Debian يعتبر النهارده من أكبر المشاركين في تحسين Debian ذات نَفْسه. أصبح النهارده إن Canonical مش هي اللي بتستنى Debian على ما يطلع بإصدار جديد وتاخده وتشتغل عليه، لأ، بيحصل العكس. Canonical شغّالة في تحسين Debian عندها، والتحسينات اللي عملتها بترجّعها تاني لDebian عشان يعملوا لها merge في الcode base بتاعها. Ubuntu متاح بشكل مجاني لكل الناس، لكن شركة Canonical زي ما قُلنا هي بتكسب من بيع خدمات الدعم الفني والخدمات الاستشارية. النهارده عندنا مئات التوزيعات بلا مبالغة، ادخل كده اعمل search على النت Linux distros وشوف كم التوزيعات اللي هيطلع لك قد إيه. لكن التوزيعات ال3 الكبار اللي اتبنى عليهم كل المئات التوزيعات دي هم اللي قدامك دول، ولو هنرتبهم هيبقوا Debian ثم Red Hat ثم Slackware. Ubuntu في حد ذاته يعتبر أكبر توزيعة مبنية على Debian اتبنى عليها توزيعات كتير. أهم حاجة تكون فهمتها من الدرس ده إن الLinux distro هي عبارة عن تجميعة شوية tools مع الكيرنل مع كل الكلام اللي قلناه في الأول ده، وإنها بتعمل build للكلام ده كله وبعدين بتعمل لك automatic installation. توزيعة لينكس هي مش نظام تشغيل مستقل في حد ذاته. وبلاش تدخل في المناقشات بتاعة الcommunity في مين أحسن ديسترو موجودة، علشان المناقشات دي ما لهاش أي معنى. غالبًا المناقشات دي بتبقى بتاعة الشباب اللي لسه ما دخلوش سوق العمل، ما يعرفوش الدنيا في الشغل عاملة إزاي. لأن في الشغل ما فيش الهري بتاع الديسترو دي أحسن ودي أقوى ودي أفضل. التوزيعات الكبيرة النهارده اللي هي معروفة أكتر مثلًا 10 توزيعات معروفين، ما يفرقوش عن بعض كتير من ناحية الstability أو الsecurity أو حتى الsupport. حتى أنت بعد ما تخلّص تعليم لينكس عن طريق Ubuntu حاول تجرّب توزيعات تانية، جرّب مثلًا حاجة زي فيدورا، شوف إيه الاختلاف اللي موجود بينها وبين Ubuntu، هتلاقي حاجات بسيطة، إنما الكور كله في الآخر لينكس. إحنا اخترنا Ubuntu عشان هو واحد من أكتر التوزيعات المستخدمة على مستوى العالم، ومتحقق فيه شروط الديسترو الناجحة، إنما مش الوحيد. بس كده.